اتعلموا من تجربة اللي سبقوهم وعايزين يفضلوا معاهم فلوس، في اللي قرر يعمل حاجة لعياله وتسندهم في الدنيا، وفي اللي خاف على فلوسه إنها تضيع فقرر يشغل دماغه. ده غير اللي تجربته الشخصية عملت له عقدة فقرر يساعد نفسه وغيره. شهرتهم ساعدتهم في النجاح وفعلا عملوا فلوس كتير. تامر حسني قرر ينزل للناس ويبقى اللي معاه فلوس واللي معاهوش يتعامل معاه. وعمرو دياب قدم منتجاته لفئة معينة. سلمى أبو ضيف فهمت السوق غلط فعمل لها مشاكل كتير. وهالة صدقي لعبتها صح جدا وكسبت فيها. وعلا رشدي قلبت الدنيا باللي قررت تعمله. فنانين وفنانات دخلوا عالم البيزنس بدماغهم وفلوسهم، منهم اللي قدر يحقق ملايين زيادة على ملايينه، ومنهم اللي فلس وبيته اتخرب من اللي عمله. يا ترى ايه حكاية الفنانين دول؟ ومن فيهم اللي كسب ومن خسر؟ وايه حكاية علا رشدي واللي عملته وقلب الدنيا حواليها؟ تفاصيل كتير هتعرفوها في الفيديو ده، كملوا للآخر وهتعرفوا ازاي قدروا يحققوا المكسب على أصوله. الفترة الأخيرة فنانين كتير قوي قرروا انهم يدخلوا عالم البيزنس، بس كل واحد كان بدماغه وأفكاره وكمان بطريقته اللي مختلفة عن التاني. كل واحد فيهم استغل شهرته بطريقة معينة. عندك مثلا عمرو دياب قرر ان يعمل براند شبهه جدا، وكان عبارة عن برفانات باسمه، وطبعا ده سعره من 150 ل 200 دولار، يعني بالمصري كده 10000 جنيه. ده غير انه عمل محافظ رجالي وحاجات من النوعية دي، وده كان البيزنس اللي اتقال عليه رايق للهضبة. اما بقى اللعب على كبير فكان الاوتيل اللي عمله ولزواره وناسه، لان الليلة فيه بتوصل ل 35000 جنيه. وطبعا الهضبة ما قررش يروح للبيزنس بالشكل ده الا بعد ال60. بس تامر حسني قرر ان ياخد خطوة البيزنس دي بدري عن الهضبة، وبدأها بمطعم آدم اللي سماه على اسم ابنه، وعمله في منطقة الشيخ زايد في أكتوبر، والافتتاح بتاعه قلب مصر كلها. وأسعاره طبيعية ومش غالية بالنسبة لمطاعم تانية كتير حواليه. علشان ما يعديش سنة ويقرر تامر يعمل خط أزياء اسمه 7، وده بقى رجالي وحريمي ورياضي، يعني ما سابش حد يخرج من عنده إلا ومرضي. ومش بس كده، ده كمان أسعاره كانت مفاجأة كبيرة، وهو إن متوسط الأسعار في البراند من 900 جنيه ل 1500 جنيه بس. وعملوا دعاية كتير على الأكاونتس بتاعته واستغلوا جمهوره علشان البراند يوصل للناس كلها. بس بقى اللي اتعلمت من تجربتها الشخصية وعملت حاجة تنفعها وتنفع بنات كتير هي علا رشدي مرات أحمد داوود. ودي بقى كانت تعبت من منتجات الشعر الكيرلي اللي بتبقى عايزة تجيبها ومش بتعرف توصل لها غير بلفة كبيرة جدا من بره مصر، فقررت إنها تريح دماغها وتعمل منتجات للشعر كيرلي محلية بجودة عالمية. وفعلا عرضت المشروع على الجمهور، وبما إن جمهورها أغلبه على السوشيال ميديا وعاملة نفسها قاعدة عريضة كتيك توكر وصاحبة فيديوهات ومحتوى، البلية لعبت معاها والدنيا مشيت وعملت اللي نفسها فيه ونجحت. علشان كمان هالة صدقي اللي فكرت في البيزنس متأخر تلعبها صح وتجمع صاحباتها وأصحابها وتعمل كافيه ويقلب الدنيا، مش بس علشان الحاجات اللي فيه مميزة وهي متابعة الأكل وكل حاجة بنفسها، ولا علشان الحفلات اللي بتجذب الشباب والكبار، لا كمان علشان أسعاره حلوة وما لعبتش لعبة النجومية، وإن علشان الكافيه بتاع فنان يبقى أسعاره غالية عليهم، وده بيخلي الكافيه عندها مليان ناس طول الوقت. بس الوحيدة تقريبا اللي فشلت عشان ما عرفتش تدير الموضوع صح هي سلمى ابو ضيف، اللي عملت براند مايوهات وشرابات وما جابتش ناس متخصصه تشتغل معاها، وكان اي فلوس بتطلب منها بتدفعها من غير ما تفكر، وفكرت انها كده هتنجح بسرعه ولكن تخسر فلوس كتير وتقفل بسرعه. ودلوقتي من كتر المنتجات اللي عندها في الكراتين عندها استعداد انها تتبرع بيهم لاي عرسان عايزين يتجوزوا. انتوا بقى ايه اكتر مشروع من دول لفت انتباهكم؟